ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل كنترول وتعلمنا ازاي نعمل كاليبريشن وتعلمنا ازاي نسطب كل واحد فيهم على حده، تعالى بقى نعمل ريكويست لكل واحد فيهم ونشوف كل ايكون هنجيبها منين وكل ايكون هنعمل لها ريكويست منين، او كل حاجه احنا عايزينها هنعمل لها ريكويست منين بالظبط. لو انا فتحت الجهاز وفضل معايا على كلمه بروجرام، هلاقي عندي 3 بانلز موجودين. اول حاجه السامبل والكواليتي كنترول والستاتس. السامبل هيبقى عندي هنا الاي دي، او الاي دي ده بيبقى باي ديفولت، هو بيبقى مع الجهاز والجهاز هو اللي بيكتبه وبيديله الارقام بتاعته. بعد كده هيبقى عندي النمبر اوف كاروسل اللي هي رقم 1 أو 2 على حسب، زي ما احنا بنضحك على الجهاز كده وبنقول له اكني غيرت له الكاروسل لو انا محتاج ال 40 بوزيشن. ان احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا بوزيشنات الكنترول والكاليبريتور ما بقدرش ادخل عليها اي سامبلز خالص. بعد كده بيبقى عندي البانل بتاعه البوزيشن، وده بيبقى البوزيشن بتاع العينه اللي انا عايز اشتغل عليها. بعد كده بيبقى عندي كلمه ستات، دي لو حاجه ايمرجنسي وانا مستعجل عليها. بعد كده السامبل تايب دي بختار منها اذا كانت نوع العينه سيرم او بلازما او يورين، او كان بودي فلويد زي السي اس اف، ودي بتبقى على حسب الكيت هي اللي بتحدد الموضوع ده، وعلى حسب السامبل بتاعتك برضه. بعد كده الباركود، والباركود هنا بيقصد بيه ان هو بيبقى لو انت عندك سيستم بتقرا الباركود بتاعك، بيبقى فيه اوريدي باركود انترنال هو اللي بيقرا السامبل بتاعتك. بعد كده لو انت عايز تضيف كومنت بيبقى فيه البيشنت اي دي لو انت عايز تضيفه. بعد كده بتختار بقى اي تيست انت محتاج ان انت تحطه على الجهاز، تمام؟ بتختاره زي ما انت عايز، ولو انت عامل بانلز هتلاقيها موجوده عندك هنا، وبتختارها برضو من الحته اللي انت عايزها. طيب انا عندي ايكونز ثانيه موجوده، ممكن نعرف ايه هي بتعمل ايه بالظبط. البانلز اللي موجوده تحت بتبدا معايا بكلمه ديموجرافيز. ديموجرافيز ديت معناها ايه؟ لو انا عايز احط بقى في مور انفورميشن عايز اضيفها لاي بيشنت بحطها من الحته دي، زي الايج، زي الجندر، زي لو انت عايز تحط حاجه للديبارتمنت، لو عايز تحط اي حاجه ليها علاقه بالسامبل او البيشنت انفورميشن بتضيفها من الحته دي. طيب بعد كده انت بيبقى عندك هنا كلمه اوبشن. كلمه اوبشن دي اهم واحده فيهم. ليه؟ لان انا بيبقى عندي فيها السامبل فوليوم، بيبقى عندي السامبل كاب نوعه ايه، تمام كده، وبيبقى عندي الريبليكيت، وبيبقى عندي الاوفلاين ديليوشن والبري ديليوشن. طيب يعني ايه ريبليكيت؟ لو انا عايز اعيد العينه دي اكتر من مره بحيث ان هو يشتغلها مره واحده، هنا هغير الرقم ده وادوس 5 وادوس انتر، هتلاقي ان الارقام عندك في الريبليكيت اتغيرت على السامبل كلها بقت 5. طيب انا لو عايز اعمل مثلا الاي ال تي مثلا هخليه 10 مرات، هنزل هنا تحت كده وادوس على 10 وادوس انتر، هلاقي ان الاي ال تي بس اللي اتغير. اذا فالريبليكيت اللي هي بتبقى فوق بتبقى جنرال على العينه كلها، لكن الريبليكيت اللي بتبقى قدام التيست دي بتبقى خاصه بالتيست بس. طب ايه الفرق ما بين الاوفلاين دايليوشن والبري دايليوشن؟ الاوفلاين دايليوشن ده بتبقى انت مخفف العينه بره، جاست ان انت بس بتكتب له الفاكتور، وبعد ما تكتب له الفاكتور هو بيضرب لك الريزلت في الفاكتور اللي انت حاطه. طيب البري ديليوشن الجهاز بيشتغل العينه، انت جاست بتدي له الفاكتور اللي هو يخفف عليه، ويبدا ان هو يخفف العينه ويطلع لك الريزلت على طول. يبقى الفرق بين الاوفلاين والبري، الاوفلاين انت عملتها بره، لكن البري الجهاز بيشتغلها ويطلع لك الريزلت بتاعتها. طبعا مش هتنسى ان انت تدوس كلمه اوكي لو انت عايز تحتفظ بالموضوع دوت، او ان انت تسيب اللي انت عملته ده. رقم 3 عندنا في البانلز تحت هي الباتش، والباتش دي بتبقى زي مأموريه كده بتبقى جايه لك. انت مثلا بتحط اخر اي دي او اخر سامبل اي دي بيبقى عندك في المأموريه دي، تقول له مثلا اشتغل لي للبروجرام باتش دي ان انت تشتغل لهم عدد تستات معين او توقف عند الباتشات. بعد كده عندي كلمه كلير، وعندي كلمه بريفيوس، وعندي كلمه نيكست، وفي ليست كمان. البريفيوس والنيكست ان انت لو عايز تقلب ما بين العينات في البروجرامينج، والنيكست او الليست ديت علشان تشوف انت طلبت ايه للجهاز بعد ما بتدوس كلمه سيف. طبعا انت بعد ما بتطلب اي حاجه لازم تدوس كلمه سيف علشان الجهاز يتعرف عليها، وبعد ما بتخلص او جرب ما هتدوس على كلمه رن الجهاز هيعمل رن عادي خالص كده. انا اتعرفت على السامبل، ازاي بعمل لها ريكويست وازاي بدخل الانفورميشنز بتاعتي. طب انا لو عايز ادخل كواليتي كنترول اعمل له ريكويست، اعمل ايه؟ هدوس على بروجرام، بعد كده كواليتي كنترول، واختار. انا عندي هنا دي
الحاجات اللي انا مسطبها نورمال كيو سي وهاي كيو سي، اللي هو النورمال والباثوجينيك يعني، وبيبقى محطوط البوزيشن باي ديفولت لان انت بتبقى مختاره، ومختار البارامترز اللي عندك كمان موجوده فيه علشان تقدر تشتغل عليها زي ما انت عايز. تختار التايب بتاع الكيو سي اللي انت هتشتغل عليه، بعد كده بتختار التستس اللي انت هتدخلها، بعد كده بتدوس كلمه سيف، وبعد كده بتعمل رن. يبقى الريكويست عندي من بروجرام كواليتي كنترول، لكن انا لو انا عايز اسطب كنترول بدوس على كيو سي وبعد كده كيو سي سيت اب وابدا ان انا اسطب. اخر حاجه معايا في البانل بتاعه البروجرام وهي الستاتس، والستاتس دي بتوضح لك الكارسل بتاعتك فيها ايه. زي ما انت كده شايف، انت هنا عامل حرف الاس ده معمول للكاليبريتور، تمام كده، قايل لك المالتي كال، وده بيبقى محجوز ما ينفعش تدخل فيه سامبلز، ودولت الاثنين كنترول النورمال والباثوجينيك اللي انت مسطبهم. بقيه الكارسل في حاله ستاند باي عشان تدخل لها عينات او تدخل اي حاجه انت عايزها تدخلها عليها. فدي بالنسبه لك بتبقى هي عينيك اللي شايفه الكارسل فيها ايه وما فيهاش ايه. ده كل اللي موجود عندنا في اول بانل معانا، بروجرام، سامبل، كواليتي كنترول اند ستاتس. اشوفكم في فيديو جديد، انتظروني.